السلام عليكم ورحمة الله واستمرار العبث اللي في الفترة الأخيرة اللي في الأهلي خسر قدام شباب بلوزداد زي ما هو متوقع. يعني مش حاجة غريبة في اللي بيحصل في الآخر فترة في الأهلي. والحوارات اللي جوه الأهلي بقت كتير، كل يوم لازم نلاقي مشكلة، يا إما بنعمل أداء وحش في الملعب، واحنا بقالنا آخر فترة من ساعة لما السيزون ابتدى واحنا ما فيش ماتش لعبناه حلو غير ماتش العين. غير كده بقية الماتشات احنا ماتشات سيئة. بتلاقي في اخر فتره الاعلام كولر متسلم للاعلام. الاخبار جوه النادي بقت كلها معروفه. اللعيبه بتتفهم منها وبين بعض مشاكل، وباين في ارض الملعب بتلاقي كل لاعب بيتخانق مع التاني. لعيبه ثقتها مهزوزه. كابتنين من النادي الاهلي النهارده في الماتش ثقتهم مهزوز، طبعا محمد الشناوي ده طبعا كالعاده، ورامي ربيعه. فاستمرار الاداء الوحش في الاهلي ده خلاص، ده اللي بقى احنا متعودين عليه. الاداء اللي بقى حلو ده اللي هو يبقى غريب، انت ناس تستغرب لو الاهلي لعب حلو. انت الاهلي دلوقتي لو امام عاشور مش في يومه ولا اسامه ابو علي مش في يومه، فخلاص انت كده مش هتعمل ماتش، مش هيبقى فيه ماتش. واسامه ابو علي باين ان هو تعبان، باين ان هو مجهد. ما الفريق نقص فيه نواقص كتيره، بس احنا بنصرف في الطايره وبنصرف في الباسكت وبنصرف في اليد وبنصرف في الكلام ده، لكن نيجي عند الكوره وما بنصرفش، ما بنجيبش لعيبه. مع ان السبب اللي انت بتصرف فيه ده كله، الفلوس اللي معاك دي والصرف اللي انت بتصرفه ده كله بسبب الكوره. تلاقي الناس طالعه بتقول لك الاهلي بيدفع مليون و500 الف مرتبات للعيبه جوه النادي الاهلي، ده اللعيبه بتاعت الكوره الجهاز الفني، كولر بتجهزه معاهم كله. وبقى عندك لعيبه طايره، لعيبه، انا مالي ومال لعيبه الطايره والهاند والباسكت. المفروض ان ده يبقى ليه ميزانيه ودي ليه ميزانيه، والميزانيه الاكبر تبقى للكوره. وهما دلوقتي مبقاش في حاجه بتتكلم فيها غير كاس العالم للانديه اللي هو في شهر 6، اللي هو لسه بدري، واللي هو فيه بطولات تحت رجلي دلوقتي. انا مش هكسبها. اسوأ بدايه للاهلي في الدوري من سنين كتيره. لاعبين 6 ماتشات، متعادلين 3 وكسبانين 3. والماتشات ده ما فيش غير الشوط الثاني بتاع سيراميكا كليوباترا، هو ده اللي احنا لعبناه بس في الدوري. 1-0 بالعافيه قدام زد، 2-0 بالعافيه قدام المصري كان ماسكنا طول الجيم، مش عارفين نعمل عليهم ماتش. وبقيت 3 ماتشات البنك الاهلي، واخرهم قدام انبي في ماتش في النص كمان اتعادلنا. عادي، هو ده اللي احنا بقينا فيه في الاخر فتره في الاهلي، عادي جدا. ولا هيبقى فيه اداء ولا هيبقى فيه اي حاجه. والغريب ان ده مش يعني، انا ماشي كولر دلوقتي اخر فتره وحش بس مش لدرجه ان هو يتسلم للاعلام. تلاقي مره واحده سبحان الله كده الناس الصحفيين طالعين بيتكلموا عن كولر، وان كولر وحش، وان كولر ما بيقدمش حاجه. مع ان كولر ده اللي كان من شهرين 3 كان الناس بتتكلم عليه كويس جدا، ومدرب ومظلوم ومحتاج لعيبه، لكن دلوقتي متسلم للاعلام. اوت اوف نو وير كده بتلاقي كل حاجه بتحصل، احنا كده بنتفاجئ بالحاجه. هو دلوقتي احنا هنطلع نسلم لكولر للاعلام. هو كولر وحش، بس اللي يغيظك ان كولر مش كده. ان كولر ده اول سنه ليه مع الاهلي، انت كنت عامل يعني احلى ماتش الاهلي لعبه على ابو سان داونز في بريتوريا، خدنا 5 بس كنا بنلعب. هو من بعدها الماتش ده كولر اتحول. كاس العالم للانديه قدام سياتل لعبنا ماتش كويس جدا. والماتش التاني مش فاكر، اللي قبل ريال مدريد كان في ماتش مش فاكر، اوكلاند غالبا، لا، اوكلاند ازاي. المهم يعني كان في ماتش قبل ريال مدريد، كنا الاهلي برضو كان عامل فيه شكل في الملعب. فكل ده علامات استفهام. الاهلي فعلا 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 الفتره اللي فاتت دي كلها الفريق وحش. الفريق وحش. انت النهارده مين كان بيلعب كويس في الاهلي؟ واول حاجه كمان عايز اتكلم فيها على الكوره. مره تلاقي مروان عطيه قاعد على الدكه زي الماتش بتاع النهارده ده. مروان عطيه اللي هو احسن لاعب نص ملعب في الاهلي دلوقتي، يعني في المركز بتاعه ده اللي هو نمره 6، انت ما عندكش حد بالكواليتي بتاع مروان عطيه. في ماتش مهم زي ده في ملعب انت مضغوط ومحتاج حد بيعرف ينقل لك الكوره ويمسك الكوره، قاعد على الدكه ليه؟ مره واحده كده، يعني مره واحده لقينا مروان عطيه قاعد على الدكه. مره واحده بنلاقي قفشه مركون بالماتشات وما بينزلش. نفس الكلام بيحصل مع بيرسي تاو، نفس الكلام كان بيحصل مع طاهر. مره واحده كده تلاقي طب مروان عمل يعني هل المشكله في مروان عطيه؟ طب ما كوكا ده اللي انت بتلعبه اساسي الماتش ده انت كنت راكنه. فين كوكا في ماتش باتشوكا؟ فين كوكا في الماتشات اللي فاتت دي كلها؟ ماتش شباب بلوزداد اللي في الشوط اللي في الدور الاول، كان فين كوكا؟ كان فين كوكا قدام اورلاندو؟
فين كوكا اخر فتره قبل ماتش انبي والماتش ده؟ مره واحده لقينا كوكا رجع تاني، الله اعلم بقى كان مصاب ولا كان بيعمل ايه. مره واحده بتلاقي لعيبه قاعده على الدكه، مره واحده تلاقيها في الملعب. طب يعني انا قاعد هتجنن ازاي مروان عطيه ده قاعد على الدكه في ماتش يعني. انت كده كده احنا اللي عارفين ان الماتش ده بتاع النهارده الاهلي هيبقى مضغوط والجمهور هيبقى عاملين علينا ماتش بعد الماتش 6. الماتش ده مش هيبقى سهل تماما، والجمهور هيبقى نازل جاهز واللعيبه هتبقى نازله جاهزه. فانت محتاج لاعب يبقى ماسك الكوره بيعرف يطلعك بالكوره، او على الاقل بيعرف ينقل يخرجك من الضغط، وهو ده مروان عطيه. في ظل ان انت عندك قلبين الدفاع عندك ما لهمش علاقه بالكوره تماما، اللي هو رامي ربيعه. اللي هو رامي ربيعه ده بيتوتر من عيال صغيره، لو بيلعب فرق بيلعب مع فرقه ناشئين هيتوتر وهيغلط. غير الظلم اللي بيحصل في مصطفى شوبير. يعني الظلم اللي بيحصل في مصطفى شوبير ده اللي دي النتيجه اللي احنا فيها دي دلوقتي. حارس السنه اللي فاتت طول الماتشات اللي لعبها في دوري ابطال افريقيا طلع بكلين شيت. ايه اللي يخليه يقعد على الدكه؟ وايه اللي يخلي محمد الشناوي في ظل المستوى السيء اللي هو بيقدمه اخر فتره ليه وقبل الاصابه الاخيره اللي جات له في كتفه؟ محمد الشناوي من بعد ممكن بعد من دوري ابطال افريقيا اللي كسبناه بجون عبد المنعم، هو ما يستحقش يلعب في الاهلي، خلاص هو كفايه عليه. ما انت مش هتاخد زمنك وزمن غيرك، هي الكوره مراحل. وانت خلاص، انت الدايف يعني اي حد بيشوط عليك في زاويه على الارض او مش يعني انت مثلا عشان طويل فالكور العاليه بتقدر تجيبها، ودي تبقى بصعوبه كمان. لكن الكور على الارض احنا عارفين ان هي جون. يعني الجون زي بتاع النهارده ده جون مستفز. اما حارس عايز يجدد وياخد 40 مليون في السنه ولا مش عارف 40 مليون، مبلغ كبير في السنه، اكتر من 20 ولا 25 مليون، هيجدد وياخد المبلغ ده ومش عارف يمسك له الكره زي دي. فيا جدعان يعني ما بنتكلم بالعقل والمنطق شويه. ماتش الشباب بلوزداد الاولاني هو اللي كان مصعبه علينا، وماتشات هو. انت دايما ما بتلاقيش يعني مثلا في الماتش ده برضه في ماتش النهارده كام كوره محمد الشناوي بيبقى طالع فيها وما بيتكلمش. طب يعني هم اللعيبه ما عندهمش عينين في قفاهم فبيبصوا بيها فهيلاقوك انت طالع فيسيبوا لك الكوره. يعني عمل اللقطه دي مع الدبيس كان في كوره كانت هجمه مرتده علينا، كان هم لعبوا عرضيه فالدبيس كان الشناوي طلع وكان هيمسكها فعلا، بس هو يعني الدبيس مش سامعه فشتت الكوره عشان خاطر افرض في مهاجم قطع من وراه فشتت، فراح الشناوي بيكلمه. والدبيس يعني اكيد مهما كان سوء مستوى بيرسي تاو مش يعني الدبيس امتى لعب وينج في حياته؟ ما احنا عارفين ان الدبيس باك شمال، ولا انت بتسلم اللعيبه في ماتشات صعبه؟ طب ما تلعب بيرسي تاو يعني، ما هو مش هيبقى في اسوأ من المستوى اللي بيحصل ده، ما هو ما فيش اسوأ من كده. هنرجع نقول الفريق محتاج صفقات. حسين الشحات النهارده ما فيش لمسه عملها صح، كل باصاته غلط، مش مركز، اللعيبه مش مركزه وبيطلعوا تلاقيهم قلبين وشهم. طب انت قلب وشك على ايه؟ ما هو يعني ده اللي يستفزك انت. يعني هو مطلعك وانت جايب هاتريك، ما انت بتعمل اداء زي الزفت في ارض الملعب، ما فيش شكل ليك. يعني قرارات مستفزه. يعني في 2012 في دوري ما كانش بيتلعب، الاهلي وصل للنهائي بتاع الترجي بتاع بطوله الشهداء، لما رحنا لعبنا في رادس وكنا محتاجين نكسب. حسام البدري، مش هقول لك بقى مانويل جوزيه، ولا هقول لك مش هجيب لك مانويل جوزيه، هقول لك حسام البدري كان قاعد على الدكه محمد بركات ومحمد ابو تريكه وعماد متعب، 3 اسامي يلعبوا دلوقتي اساسيين في النادي الاهلي عادي جدا. لو هم رجعوا من الاعتزال ولعبوا دلوقتي عادي هيبقوا احسن من كل الموجودين. بس مش ده موضوعنا، كانوا قاعدين على الدكه عادي جدا. هيجي واحد زي محمد الشناوي ما يبقاش قابل ان هو يقعد على الدكه ليه؟ يعني ان شاء الله ليه؟ يعني ان شاء الله مش عايز تقعد على الدكه من حلاوتك يعني احنا بنتبلى عليك؟ انت مستواك وحش، وهي دي الكوره. انت مش محدش هيفضل طول عمره في البيك. ما انت مش كريستيانو رونالدو ولا انت ميسي عشان خاطر ما يعني تفضل تلعب اساسي. ما انت يعني ورونالدو ميسي هيجي عليهم وقت خلاص هيبتدوا ان هم يقعدوا ويركنوا.
انت حتى مش عصام الحضري. انت محطوط في الليفل غلط. انت مش هنا. انت مش حارس موهوب. انت مش حارس موهوب. ليك ماتشات حلوه جدا ومش هقدر اختلف عليك، وفي سنين احنا كنا معتمدين على محمد الشناوي. انا مش هنكر، لكن محمد الشناوي دلوقتي يعني انا اسف هو يبقى تالت جول في النادي الاهلي. مصطفى شوبير احسن منه، حمزه علاء احسن منه. حمزه علاء اللي بيبقى مركون وبيروح يلعب في الاولمبياد تلاقي بيطلع نار من بقه. مصطفى شوبير ده اللي كل شويه تركنه ويرجع يلعب لك ماتشات كويسه ويقوم مركون تاني ويرجع تلاقي عامل لك ماتشات كويسه، تركنه يقوم لا. يعني قبل ماتش الوداد، قبل البطوله بتاعت السنه اللي فاتت بتاع دوري ابطال افريقيا، كان اخر ماتش يلعبه كان ماتش الوداد بتاع النهائي اللي قبله، لما لعب الماتش بتاع استاد القاهره. ده اخر ماتش كان لعبه مصطفى شوبير. لما رجع تاني ولعب البطوله من بعد اصابه الشناوي في افريقيا، واخد بطوله دوري ابطال افريقيا كلها. يعني طلع في كل ماتشاته كلين شيت. انا مش محتاج اقول لك حاجه تاني، وبيعمل تصديات صعبه. يعني الجولين اللي جابوهم فينا شباب بلوزداد دول ما يخشوش في مصطفى شوبير، وانا متاكد من اللي انا بقوله. بس ده نتيجه الظلم اللي بيحصل. وطول ما في الاشكال هي، وطول ما الفرقه فيها شلل، دول مع بعض ودول مع بعض، الفرق. يعني انا اسف، الاهلي بيتم زملكته. احنا عمرنا ما كنا بنسمع عن الاهلي اللي يبقى فيه مشاكل، ولا عمرنا كنا بنسمع عن الاهلي بيركن اللعيبه. يعني انت عندك دلوقتي، يعني مع احترامي لكل مستويات اللعيبه دي، انت عندك محمد الشناوي، وعندك رامي ربيعه، وعندك اكرم توفيق، وعندك ياسر ابراهيم. ادي اربع لعيبه دول اللي انا فاكرهم دلوقتي، فاضل لهم 6 شهور في عقدهم. طب انت مستني ايه عشان تجدد لهم؟ قاعدين لحد اخر 6 شهور. ما تروح تجدد معاهم من بدري. ليه تحط درسك تحت ايد اللاعب؟ يعني انت في خط الدفاع انت ما عندكش غير 4، ويعني او يعتبروا 3. انت ما عندكش غير اشرف داري، ما عندكش غير ياسر ابراهيم، وما عندكش غير رامي ربيعه. هم دول ال3 اللي موجودين عندك في خط الدفاع دلوقتي. منهم 2 عقدهم يخلص في خلال 6 شهور. وعادي انت ممكن تلاقي الاثنين اصلا دلوقتي مضوا مع فرقه تانيه. ففي عبث، في عبث. وتلاقي دلوقتي طبعا بكره هتلاقي صور للخطيب في الاستاد بتاع التتش متضايق ومكشر، وهنطلع نتكلم عن الاستاد عشان خاطر نسكت الجمهور. لا، انت محتاج تجيب صفقات. انا في دوري بيضيع، في دوري ابطال افريقيا مش هنعرف نكسبه. انا مش كاس العالم للانديه، انا كده كده مستبعد فكره ان الاهلي هيقدر يعمل حاجه في كاس العالم للانديه. انا مش هتعشم زي ما اتعشمت في 2012 مع منتخب مصر. مش هتعشم تاني. انا اللعيبه دي رايحه هم تبقوا هيبقوا حصاله بالاداء ده، بالشكل ده، بالشكل اللي هم شايفينه من الجمهور. يعني مش عارف، انا مش فاهم الناس متعشمه على ايه. انت رايح تلاعب انتر ميامي، اللي ارجع واقولها تاني، قلتها في الفيديوهات اللي فاتت، ارجع اقول لك تاني، انت رايح تلاعب انتر ميامي اللي فيها ميسي وفيها لويس سواريز. الاثنين دول لو هم عندهم 45 يعملوا عليك ماتش عادي جدا. عادي جدا. دول لعيبه، دول اساطير. والناس تقول لك هتلاعب بالميراس ده فيها عيل رايح تشيلسي يعني وقلب الدنيا في البرازيل. عنده ويليام ستيفاو ده عنده 18 سنه ولا 17 سنه، قلب الدنيا في البرازيل. وغير بقى اللعيبه الثانيه بتاع لعيبه البرازيل دول معروفه، وعارفين ان احنا مشاكلنا قدام لعيبه البرازيل دي، فدي حاجه احنا مسلمينها. والناس فاكره بقى ده بورتو لقمه سهله. لا، بورتو مش لقمه سهله. بورتو فيها لعيب اسمه سامو اومرداي، وده لعيب اسباني عنده 19 سنه، ده قد عماره. ولا يعني مش ده بس اللعيبه. انت اي فرقه عندها 2 جنيه كوره هيقدروا يعملوا عليك ماتش. يعني انا مش فاهم حاله الثقه اللي الناس جايباها. يعني حمدي فتحي ده هيروح يعمل اللي انت جايبهم، اللي جبته ده المسكن حمدي فتحي هيعمل ايه؟ وبيقول لك بغداد بنجاح ايه؟ يعني بغداد بنجاح ده عنده 8 ولا 39 سنه. مع احترامي للقيمه اللي اكيد اضافه واكيد هيبقى كويس، بس هيعمل ايه؟ بغداد بنجاح. انا محتاج لعيبه تيجي تجيب لي دوري وتيجي تجيب لي دوري ابطال افريقيا. الاثنين اللي هم الاثنين احنا مش هنكسبهم كده. انا ما عنديش اجنحه. احنا بنلعب، احنا ما فيش، احنا مش بنعتمد على اجنحه. احنا الكوره بناخدها يا اما الشناوي يا اما رامي ربيعه يعملوا الكوره الطوليه، لو سام يبقى لوحده. بنتفاجئ لو سام واحد وسط 3 ولا 4، ويقطع الكوره ترجع تاني نقطعها نلعب الكوره الطوليه. انت ارجع زي ما قلت لك في بدايه الفيديو، انت لو وسام وامام مش في حالتهم، والاثنين باين عليهم ان هم مضغوطين وتعبانين، بالذات وسام باين ان هو تعبان قوي. وسام باين ان هو تعبان قوي ومحتاج يريح. فانت محتاج تصرف. انت محتاج تصرف. يعني انا يعني الواحد متضايق باللي بيحصل في الاهلي ده والله. ما كناش بنسمع الكلام ده في فترات فاتت.
حسن حمدي كان بياخد قرارات وبيلعب بالناشئين وما بيفرقلهوش. الاهلي يعني مش عايز اوفر ومش عايز اكبر الدنيا، بس فعلا الاهلي النهايه دي هتبقى نهايتها وحشه والله. اللي بيحصل في الفرقه ده بالظلم، بالفرقه مقسومه شلل، بان مفيش حد بيسيطر. يعني انا يعني مشيان سيد عبد الحفيظ ده، انا محتاج حد، انا من سنتين وانا محتاج حد يشرح لي ايه اللي خلى سيد عبد الحفيظ يمشي. هو كان عارف يسيطر على اللعيبه دي يعني، وده الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني. ما بتكلمش انا يعني على حد قليل، لا ده يعني، يعني الناس بتشوفه ان هو ممكن يبقى اعظم مدير كرة في تاريخ الاهلي. احنا الاهلي محتاج يصرف. انا مش فارق معايا كاس عالم انديه، انا ليا دلوقتي انا مش رايح اكسب كاس عالم انديه. انا ليا دلوقتي الحاجات اللي انا المفروض ان انا اقوى فيها واحسن فيها، اللي هم الدوري ودوري الابطال. علامات استفهام كتير 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 يعني. انا بجد اتمنى ان انا ما اشوفش محمد الشناوي عايز يتقمص، مش عايز يقعد على الدكه، ما يقعدش على الدكه. انا عايز اللي اصلح يلعب، عايز اصلح يلعب، اللي يبقى خايف على البادج وخايف على التيشيرت بتاع الاهلي، هو ده اللي انا عايزه يلعب. انا لا يفرق لي اسم ولا يفرق لي، زي ما قلت لك في 2012 ثلاث لعيبه من اساطير الاهلي وثلاث لعيبه تقايل، بركات وابو تريكه وعماد متعب قاعدين على الدكه، محدش بيتكلم عادي. وعملوا اكتر من اللي عمله محمد الشناوي ده بكتير. كل اللي بيحصل ده الناس متوقعاه، وسبحان الله مش يعني، ما احنا ما هو مش ده رأيي انا بس. لا، اتفرج على وسام سالم هتلاقيه بيقول نفس الكلام، اتفرج على احمد عايدي هتلاقيه بيقول نفس الكلام، اتفرج على اسلام مهدي هتلاقيه بيقول نفس الكلام، ممدوح نصر الله لما او دكتور ممدوح نصر الله لما بيعمل حلقات هتلاقيه بيقول نفس الكلام. واغلب الجمهور اللي حتى اللي ما بيعملوش فيديوهات، اغلب الجمهور بيقول نفس الكلام. ما هو مش رأي متفرد من الجمهور، احنا ظالمينكم، فهو ده تقول والله ده واحد وسط الجمهور، لا لكن اللي انتوا، لكن الاغلبيه شايفه عكس كده. لا، الناس كلها شايفه ان الاهلي فيه مشكله، الناس كلها شايفه ان الاهلي محتاج صفقات، الناس كلها شايفه ان مش ده النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه. احنا ما كناش بنسمع الاخبار دي عن الاهلي في اسوأ ايام الاهلي، ما كناش بنسمع الاخبار دي وما كناش بنسمع المشاكل دي. انا بصراحه ما عنديش حاجه تانية، بس لو الاهلي كمل بالشكل ده وفضلنا زي كل سيناريو بتاع انتقالات، هنفضل نعشم الناس باللعيبه، في الاخر نتفاجئ ان احنا ما قدمناش غير لاعبين، وفي الاخر اللاعبين دول بيفشلوا، فهنكمل باللي احنا معناه، وبعد كده نفضل نقول للناس هنستنى لحد تدعيمات اللي في شهر 6 قبل كاس العالم للانديه. فاحنا رايحين لحته وحشه قوي، ولا هتعرف تكسب دوري ابطال افريقيا اللي انت معتمد ان انت هتكسبه، مش هتعرف تكسبه، ومش هتعرف تكسب الدوري. فبس انا ما عنديش حاجه تانية عايز اقولها. اتمنى ان يعني الاهلي يرجع للنادي الاهلي اللي انا عارفه، يرجع للاهلي اللي انا اللي هو للاستقرار، للعيبه اللي بتنزل تقاتل، للعيبه اللي مش فارق معاها بلعب بره ارضي جوه ارضي، انا ده نازل ادي مش فارق معاها غير البادج بس. انا هو ده اللعيبه اللي انا عايزها. انا اتمنى ان ال 11 لاعب في الملعب يبقوا زي وسام ابو علي. ربنا يرجع لنا الاهلي اللي احنا عارفينه. اسف على الاطاله، واتمنى ان الحلقه تعجب حضراتكم، وكان معاكم احمد هاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.